من أيام الفراعنة لما كنا بنحكم نص العالم لحد ما بقى اسم الجيش المصري علامة على القوة والهيبة في الشرق الأوسط. من آلاف السنين الجيش المصري واقف صامد بيحمي أرضه وشعبه. من أيام الفراعنة لما كنا بنحكم نص العالم لحد ما بقى اسم الجيش المصري علامة على القوة والهيبة في الشرق الأوسط. وكتبنا نصر أكتوبر بحروف من ذهب، لكن التحديات ما وقفتش. في وقت الإرهاب الجيش وقف، قاتل وحرر الأرض شبر شبر. ومن بعد ما طهرنا سينا جه التحدي الأكبر في غزة، وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه وقفة حاسمة. مصر دولة قوية جدا لا تمس. بقراراته الجيش بقى أقوى، ووقفنا قدام العالم بموقف واضح وإنساني في دعم غزة. موقف يطلع من قائد عارف قيمة بلده وقيمة جيشه. إنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه. الجيش المصري مش بس سلاح، الجيش المصري قلب، عقل، درع بيحمي شعبه وأمته، وبقيادة واعية هيفضل دايما حصن مصر اللي ما يقعش.